أرسل الله تعالى نبيه يونس عليه السلام ليدعو قومه إلى الهداية وتوحيد الله تعالى، حيث كانوا يسكنون مدينة نينوى في أرض الموصل. وكغيره من الأنبياء لم يترك أي وسيلة أو طريقة إلا واتبعها لكي يدعو قومه إلى الهداية. واستمرت دعوة النبي يونس وطالت دون أي جدوى، بل كانت النتيجة التكذيب الدائم وعدم التصديق. ولما رأى النبي يونس ثبوت قومه على ظلمهم وعنادهم وكفرهم ضاق صدره من دعوتهم، وقرر أن يتركهم ويرحل، وركب في أحد سفن البحر مع الراكبين في يوم كانت الريح فيه شديدة. فلما أصبحوا في وسط البحر اشتدت العواصف، وبدأ ركاب السفينة برمي أمتعتهم لتخفيف ثقل السفينة، ثم اقترعوا ليرموا أحدهم من السفينة، فوقع الخيار على نبي الله يونس. فلما رموه في البحر ابتلع الحوت بأمر من الله تعالى حتى ظن نفسه ميتا، ثم لبث في بطن الحوت يدعو الله تعالى ويعبده حتى استجاب له، وفضه الحوت في أرض خالية من الناس والشجر، فأنبت الله تعالى له شجرا ليستظل بظلها، وأرسله على قوم آخرين ليؤمنوا به ويصدقوا دعوته وينصروا